السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض سمك مشوي في الفرن بالردة. ازاي؟ بطريقه سهله جدا هتخليكي تعملي السمك المشوي ده على طول في البيت وهتعتمديه ومش هتشتريه ابدا من بره تاني. تمام، يلا نشوف مع بعض ايه هي المكونات. ادي دول 4 سمكات بلطي، انا غسلتهم كويس قوي وشلت القشر اللي بره ونضفتها طبعا من جوه كويس. ودول 4 سمكات تمام كده. وادي دي الرده بتاعتي، حطيت عليها معلقه من الملح الابيض. ودي الحشوه بتاعتي. الحشوه بتاعتك ظبطيها زي ادي دول 3 حبات من الطماطم قطعناهم، ودول قرن فلفل رومي وقرن فلفل حامي، وعندك فلفل الوان حطي فلفل الوان. ودي بصلايه كبيره مقطعينها سلايدات زي ما انتم شايفينها كده، ولو عايزه تقطعيها اصغر من كده مش مشكله، دي متروكه ليكي انتي براحتك. وادي دي بقدونس على شبت، عندك بقدونس بس حطي بقدونس بس. وادي دي جزرايه بشرناها. الجزر طبعا احنا بنشتري السمك المشوي من بره وبنشوفه بيبقى مليان جزر وده بيديله طعم حلو قوي. دي جزرايه بشرتها بالشكل ده. وادي عندي ليمونه. ويلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. ادي اهو جهزت بوله فاضيه وهنزل بكل المكونات بتاعتي، الخلطه بتاعتي الحشوه اللي انا هستخدمها ننزل بيها في البوله. ونسيت اقول لكم طبعا على معلقه الثوم المفروم. عندك ثوم مفروم حطي معلقه، ما عندكيش ثوم مفروم هاتي 4-5 فصوص وقطعيهم بالسكينه، ما فيهاش مشاكل. يلا بينا بقى نحطها في البوله. وادي المكونات بتاعتي اهي، ابدا اعصر عليها الليمونه بتاعتي، ليمونه كبيره كده وتعصريها عليها. وهننزل عليها بنص معلقه من الملح، ونص معلقه من الملح بشطه بكمون، ولو ما عندكيش ملح بشطه بكمون حطي نص معلقه من الكمون وفلفل اسود شطه ملح، يعني دي على ذوقك. لكن انا عامله خلطه اللي هي ملح بشطه بكمون، فحطيت منها نص معلقه وحطيت نص معلقه من الملح. وهننزل عليها بمعلقتين من الزيت، يعني اللي هو بمقام معلقتين كده، ونبدا بقى نقلب الخلطه بتاعتنا دي كويس قوي. وادي ايه بعد ما قلبت الحشوه بتاعتي كويس قوي، ولو عندك بهارات سمك حطي عليها نص معلقه من بهارات السمك. ويلا بينا دلوقتي بقى نحشي السمك بتاعنا اللي احنا منضفينه كويس قوي. وادي السمك معايا بعد ما حشيته، شايفين الحشوه بتاعتي اهي، تحطيها اللي هو لحد ما توصل معاكي للراس الفاضي اهو. وادي حشيت ال4 سمكات بتوعي بالشكل ده. وادي فاضل ان احنا ننزلهم في الرده بالملح، نقلب الملح مع الرده كويس قوي، وبعدين نبدا ننزل السمك بتاعنا. وادي بعد ما قلبناها كويس ننزل بالسمكه بتاعتنا. السمك بتاعك اللي هو تبداي تقفليها كده اهو وتنزليها في الرده كويس قوي، تبطنيها بالرده من فوق ومن تحت ومن كل حته فيها كويس جدا. وادي اهو بعد ما خلصت ال4 سمكات وحطيتهم في الرده، لازم تغلفيهم كويس قوي بالرده من الظهر ومن قدام اللي هو لحد الراس، طبعا من جوه لا. انا حطيتهم في صاج كده، انت عندك صاج حطيهم في صاج، ما عندكيش صاج ممكن تحطيهم في صينيه عادي وتدخليهم الفرن. هشغل الفرن من تحت بس لحد ما يستوي الجزء اللي تحت، وبعد كده لو انت عندك الجزء اللي فوق شغلي عليه من فوق، هتطفي من تحت وبعدين تشغلي من فوق. طب احنا عندنا فرن شغاله من تحت بس، يبقى هنطلع الصاج بتاعنا نقلب السمك على الوش التاني وبعدين ندخله الفرن. يلا بينا. وادي دلوقتي الخلطه اللي اتفضلت معايا انا هحطها في الخلاط كده، وهنزل عليها بكوبايتين من الميه ونضربها كويس قوي. وادي كوبايه تانيه، وهنزل عليها كمان بمعلقه كبيره من الخل، ونضرب بقى المكونات بتاعتنا دي كويس قوي في الخلاط. وادي الخليط بتاعي اهو، رجعته البوله بتاعتي تاني اهو بعد ما ضربته كويس قوي. هنقلبه كده، وبعدين اول ما يطلع السمك بتاعي من الفرن وهو سخن هننزله في التتبيله دي. التتبيله دي هي دي السر بتاع المحلات الكبيره اللي بتعمل السمك لذيذ وحلو قوي. بعد ما بيطلع من الفرن او بيطلعوه من على شويه بيسقطوه في تتبيله زي دي. وادي السمك اهو بعد ما طلعناه من الفرن وسقسقناه في الخلطه بتاعتنا. اشوفكم على خير فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.